ليلى تيسولات في فيسبوك قالت علاش خلاو حتى وسط العام عاد داروا عاد بغاو يطبقوا مسار، علاش حتى وسط العام؟ ماشي على وسط العام. السنه الدراسيه كتبدا بطبيعه الحال في شهر سبتمبر، وهذاك الدخول المدرسي وهكذا، وكاين الامتحانات اللي هي كتجي في الدوره الاولى ديال العام. وهذه الدوره كاين الامتحانات كيجيو في واحد الوقت الزمني اللي هو في اخر الدوره، وبطبيعه الحال حتى كيدوزوا امتحانات عاد ديك الساعه كان يمكننا ناخذوا النقاط وهكذا باش مسار ديك الساعه كيدخل على سير العمل، لان الفتره الاولى هي الامتحانات. الان الامتحانات تكملوا، وبطبيعه الحال كنطلبوا من الناس باش يدخلوا النقاط ديالهم في هذه الدوره، وهذا اللي بدا. والان كيتبين لي حتى الان الارقام اللي عندي تقريبا شي 98 مليون ديال النقاط اللي هي دخلت في مصر، وبطبيعه الحال غتكون الدوره الثانيه حتى هي غتجي في وقتها. هذا كيبغي يقول بكون كل دوره كيكون واحد الفتره زمنيه اللي هي كيدخلوا فيها النقاط. اوكي 98 مليون ماشي بزاف، باقي دابا باقي ما كملناش، ولكن كيبين بان الحمد لله راه النقاط كتدخل